مرحبا متابعينا، شلونكم؟ حبيت أعيد عليكم فيديو قصير مناسبة عيد الأضحى المبارك. أيامكم سعيدة وكل عام وانتم بخير. ينعاد عليكم بالصحة والعافية والخير والبركة إن شاء الله، علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية وعلى العراق خاصة. الله يحمي العراق والعراقيين، وإن شاء الله الأمن والأمان للجميع. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. حبيت أشوفكم جزء من تحضيرات العيد. حلو إنه يكون الواحد كان حضر شغله قبل العيد، حتى بالعيد يرتاح شوية من الطبخ ومن التحضيرات. يعني مثلا قبل بيومين نخبز، نحضر لحم بعجين، نحضر سمبوسك، فطائر، ما كل يوم الطبخ، حتى يكون عندنا أكل جاهز بالبيت. طبعا أنا حضرت اللحم بعجين والخبز كمية يعني تكفي يومين 3 أيام، حتى الأطفال إيمتى ما يحتاجون يجوعون أكو أكل حاضر بالبيت، ونعمل أكل خفايف. طبعا حضرنا الكليشة، اللحمة بعجين والكليشة نزلتوها بفيديوهات طويلة، وطريقة العمل موجودة كاملة. اللي يحب يدخل على فيديوهات الكليشة ويتعلم، إن شاء الله تستفادون منه. واللحمة بعجين أيضا نزلتونه بطريقة كاملة. بس بقى عندنا الخبز، إن شاء الله بأقرب وقت أنزلكم فيديو كامل عن الخبز العراقي. طبعا العراقيين كلهم معروفين بخبزهم الحلو والمميز، بس إن شاء الله أنزلكم طريقة مميزة وحلوة تستفادون منها إن شاء الله. وباقي الأكلات كن نزلت لكم إياها وحاضرة وجاهزة عندكم. إن شاء الله تستفادون من الفيديوهات اللي عننزلها. أتمنى منكم تفاعلون مع القناة، تعليقاتكم الحلوة، تصلون على النبي وتذكرون الله، نستفاد إحنا وإنتم بالأجر. تدعمون القناة وتشتركون حتى تزيد القناة وتزيد التفاعلات معها وتصلكم كل المنشورات، لأن التفاعل كثير قليل. وبعدين بهاي الحالة القناة ما راح تصلكم الفيديوهات الجديدة اللي أنزلها. إن شاء الله يا رب كل عام وإنتم بألف خير، والنجاح والموفقية لطلابنا اللي بالسادس والثالث. ادعوا لهم احنا بأيام مباركة، وإن شاء الله الدعاء مستجاب. أيامكم سعيدة وكل عام وانتم بألف خير. وأي أحد عنده أي استفسار عن الكليتشة أو اللحم بعجينة أو أي وصفة من الوصفات يتفضل ويسأل، حتى عن الخبز. وأرجع وأقول لكم كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة وسعادة إن شاء الله. إن شاء الله يعم الأمن والأمان على العراقيين وعلى الأمة الإسلامية كافة. شكرا جزيلا على المتابعة.